بالعاجل وبالفيديو. لن تصدق ردة فعل المدرب السابق وحيد خليلوزيتش بعد فوز المنتخب المغربي على بلجيكا وتصريحه يغضب المغاربة. صدم المغاربة قبل قليل بالفيديو المتداول لردة فعل المدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش بعد فوز المنتخب المغربي على بلجيكا، بالإضافة إلى تصريحه الذي أغضب الجماهير المغربية، وإليكم باقي التفاصيل. تفاجأت الجماهير المغربية قبل قليل بردة فعل المدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش على فوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال قطر، وهذا ما أثار غضب الجماهير المغربية ووصفوه بناكر الجميل. فبعد أكثر من 3 سنوات هو مدرب للمنتخب المغربي ويقيم بالمغرب، فاجأهم بهذا التصرف الغير متوقع، حيث تداولت العديد من الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر ردة فعل وحيد خليلوزيتش وسط الجماهير المغربية بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي. وحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو فإن خليلوزيتش ظهر وهو غاضب ويصرخ بعد فوز المنتخب المغربي. وكانت أيضا قد ذكرت بعض المنابر الإعلامية سابقا أن وحيد خليلوزيتش قال إنه يتمنى خسارة وإقصاء المنتخب المغربي من المونديال، وهذا ما أثار غضب الجماهير المغربية. ولكن ولحدود الساعة لم يتم تأكيد صحة هذه الأخبار، وقالت بعض المصادر أن الصور ومقاطع الفيديو مفبركة، وأن خليلوزيتش لم يذهب أصلا لقطر لمشاهدة المباريات، والله أعلم.